السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. واش خبرك بان اجمل واحد عندي ملي كيطيحوا يدي على شي ملفات خانزين بحال هكا؟ والله ما عرفت شنو يقدر يوقع من بعد هذا الفيديو هذا، خصوصا هاد الوثائق اللي غادي ننشر ولا الاسماء اللي غنذكر ولا الحقائق اللي غادي تسمع. ولكن اللي عارف ان من بعد هذا الفيديو بشكل مباشر باسابيع او اشهر قليله واحد فينا غادي يتخص، يا انا امام المحاكم يا الناس اللي في هاد الوثائق امام السجون. قبل ما نبدا الفيديو نحل هاد الملف هذا نبغي نوصل واحد الرساله لواحد الناس كيتفرجوا بواحد الخلفيه لونا بحال هكذا. نبغي نقول لكم ان اسرى بالمدن عنده توابيش بحال اي مواطن مغربي. ثلاثه لا رابع لهما: الله، الوطن، الملك. والرابع نقدر نوصل مع الاخر عق يضرب هنا وإلا سكت رحم الله بالمدن. وعلى ذكر الرقم 4 ورقه وثيقه قادره تبين الظالم المظلوم والمظلوم ظالم. غادي نذكر 4 ديال الاسماء يحلوا معايا ودنيهم مزيان كذلك عينيهم: لطيفه رأفت، سعيد الناصري، بيوي والوداد البيضاوي. في الملف ديال الحاج بن ابراهيم او ما يصطلح عليه في مواقع التواصل الاجتماعي بارون المخدرات ديال افريقيا المالي. خي اشرف عودتينا انك ما كتذكرش الاسماء وكتهضر بحياديه وكتخلي الناس والقانون ياخذ مجراه. كنقول لك انني اليوم عندي وثائق، وي كاينين اسماء ذكرتهم دابا باللعب والعار انني نحشرهم، خصوصا كالوداد البيضاوي او لطيفه رافت، ولكن كاينين اسماء اخرى بوثائق قادر نحشرهم. نبداو سرد خيوط ديال هذا الملف هذا ونبداو باول ملف اللي هو ديال لطيفه رافت والعلاقه ديالها مع الحاج بن ابراهيم. فين تلاقات معاه، شنو الفيلا اللي شاري لها، وشنو الاملاك اللي خدات من عنده، وشنو القصه ديالها معاه، وشحال دام الزواج، وشنو كان كيدور حتى في دارها. غادي ندخلوا حتى لقلب الدار ديال لطيفه رافت مع الاعتذار مع الاستاذه لطيفه اللي تواصلنا معها اكثر من 3 المرات ولكن ما كتردش. مصدر مقرب منا بزاف كيقول لي: يا اخي اشرف، راه سبب عدم الرد ديالها هي الازمه الصحيه اللي كتمر منها الوالده ديالها. ولكن انا كنقول وقيلا حتى الازمه النفسانيه اللي كتقدر تكون دايزه منا دابا بسبب هادشي اللي كيروج اللي فعلا غادي نكشفوا غير الحقيقه. حنا الدور ديالنا نكشفوا غير الحقيقه. كنشكر واحد المصدر مقرب من لطيفه بزاف اللي يقدر يساعدني ووصلني لواحد حقائق غادي تعرفوها حتى نتوما. وصلني الوثائق حتى الملكيه ديال الفيلا ديال لطيفه رأفت اللي يدعى انها شراها ليها هذا بن ابراهيم. وصلني مجموعه ديال الوثائق ومجموعه ديال الحقائق. كذلك كاينين ناس اخرين وصلوا لي حقائق على الوداد كذلك والعلاقه ديالها مع البارون ديال المخدرات و3 المليار و700 مليون اللي تعطات كهبه لسعيد الناصري من اجل شراء ماتريال. داكشي هو الكلام منها والو. كذلك 12 شقه المتعلقه بيو ونسيبو اللي واش تم البيع وما تمش، هادشي كامل غادي نعرفوه اللي كاينه في مارينا ديال المسجد السعيديه ومجموعه ديال الملفات. ولكن نبداو بالملف ديال لطيفه رافت. الاقدار كيفاش غتجمع لطيفه بالحاج بن ابراهيم الملقب بالمالي. اواخر ديال 2013 لطيفه رافت غتلقى اتصال هاتفي من عند المدير ديال الاعمال ديالها. اول كلمه قبل ما نسلم عليكم يقول لها: شوفي لطيفه، الا مشيتي احترفتي انك تطلعي لهذا المهرجان قولي اكيد ابو الحاج يكذب. علاش؟ لانه كيأسيستيو عليك من الدرجه الاولى قبل حتى من التاريخ الموعد ديال هذا المهرجان، وعندهم لطيفه رافت اولى اولويات هذا المهرجان. قلت لها: راني ما فهمت والو. قال لها: انت ما عليك والو، كاينه فلوس، قولي لي غير امتى تبغي تطلعي. قلت ليه: فين بعدا وعدمن؟ قال لها: مهرجان زاكوره عند سعيد الناصري. عقلها مشى بشكل مباشر عند الفنان سعيد الناصري، عاد رجع مدير الاعمال ديالو قال لها بهدوء: لطيفه ما كنهضرش على سعيد الناصري الممثل، كنهضر على رئيس ديال نادي الوداد البيضاوي. قالت لي: والله ما عرفتو. قال لها: ماشي مشكل، هذا راه هو ديال الحزب السياسي وناشط سياسي ورئيس وبدا كيعرف عليه. قالت لي: انا ماشي سوقي في هادشي كامل، نتوجه انا والفرقه ديالي نتخلص في الكاشي ديالي ونرجع بحالاتي. غادي توجه لطيفه لزاكوره ومن بعد الحفل ديالها بشي دقائق قليله غادي يجمع القرار بواحد الجلسه فيها سعيد الناصري والاصدقاء ديالو والحاج بن ابراهيم اللي غادي يكون قريب منها بزاف وغادي يدي معاه الهضره وهادشي. غادي تكتشف فيه شي حوايج، انه بغى يستثمر في مجال ديال التمور ومجموعه ديال المجالات الاخرى كالعقاريه وغيرها من الاشياء. في ديك الوقيته وكانت ديك الظاهره ديال جنوب المساله ديال المستثمرين افارقه طلعوا للمغرب باش يستثمروا ومستثمرين مغاربه هبطوا للجنوب باش يستثمروا. هي حطاشوا في ديك الخانه ان افريقيا طالع يستثمر هنا وبأم مغربيه، يعني راه مغربي وكيحماق على المغرب. هنا بقات الهضره كتجي تجيب وغيوقع واحد الاشياء اللي ما غاديش تفهموها وغتفهموها في الاخر ديال هذا الفيديو هذا او في الجزء الثاني. هي ان لطيفه كانوا ناويين الناس اللي يجيبوها تما ماشي بغرض الزواج مع ابراهيم او بغرض اخر، وهادشي اللي كانوا غالطين فيه وهذاك الشيء اللي غيوصلوا لاوبجيكتيف من بعد ما غتطلق. وقتاش الزوجات، شنو الفيلا اللي شرا لها، شنو الاملاك اللي خدات من عند ابراهيم. هاد لطيفه رافات مزيان لا تاريخ قبل ما نتعمقوا فيه. شهر 1 2014
شهر 5 2014، يعني 4 شهور. 6 في شهر 5 2014 غيكون الطلاق الاول ديال 2014، في شهر 1 غيكون الزواج. عقد القران في مدينه الرباط بالحضور ديال العائله لطيفه والاصدقاء والعائله المقربه ديال المالي اي الحاج بن ابراهيم. هنا غادي تقال واحد الحاجه اللي غادي نصدمكم فيها، ان غيبين لكم ان زواج ديال لطيفه بن ابراهيم كان قدر، اما زواج بن ابراهيم بلطيفه رأفت كان مدبر من شحال هادي، ماشي بتدبير كيدي وانما بتدبير عشقي، لانها وجه كلامه في عقد القران للام ديالها وقال لها انني انا كنبغي بنتك منذ التسعينات، وبيتي في مالي عامر غير الثوره، وكنت كنعشق المغرب، وبنتك زاد حبباتني في المغرب. ودار عند اختها وقال لها عقلتي ملي لطيفه رأفت حيات واحد الحفل في وهران، جيت عند المطير وجبت معايا المصور وقلت بغيت نتصور معاه، وقلت لي راه هي انا مره اخرى راه هذاك هو انا اللي جيت عندك الوهران. يعني كيبين لك بان الهدف ديال بن ابراهيم كان من شحال هادي. وكيبان الاسئله كتطرح، هل ماشي بن ابراهيم اللي مول المهرجان ديال زيكولا؟ واش ماشي بن ابراهيم اللي كان كيمول الحملات الانتخابيه لبعض الاشخاص؟ واش ماشي بن ابراهيم اللي عطى 3 ديال المليار و700 مليون للفريق من اجل شراء؟ وجاو شي اشخاص وقالوا لي شوف راه 3 مليار و700 مليون ما تعطاتش للفريق، وقالوا ليه لا لا لا، هكذا قال هو بالحرف بن ابراهيم، قال لهم لا شي سوق انا عطيتها للوداد، انا كنبغي الوداد. واش ما تقالش هادشي؟ الوداد اكبر بكثير اننا نحشروا سميتها في هذا الشيء هذا، واكبر بكثير كذلك لطيفه اللي غادي نعطيكم حقائق ديال الملكيه ديال الدار اللي كيدعيوا انها تشرات من عند شراها لها بن ابراهيم. بن ابراهيم عرف لطيفه في اواخر 2013 وتزوجوا في اوائل 2014. الدار اللي كتقال في موقع التواصل ان الاجتماعي ان شراها لها اي الفيلا اللي شراها لها، هاي الملكيه ديالها. الملكيه ديالها خارج هذه الوثيقه اللي تحصلت بها انا وهي عندي داخل الملف هذا في 2005. يعني الفيلا ديالها ديال لطيفه تشرات من عند الورثه ديال اوفقير، يعني هاد الفيلا دي ديال اوفقير وتشرات من عند الورثه ديالو، تشرات في 2005. التعارف ديالها مع بن ابراهيم في 2014. فين هي الفيلا اللي كيدعيوا ان شرا لها لطيفه، شرا لها بن ابراهيم، شرا لطيفه؟ شنو هما الاملاك اللي شرا لطيفه؟ غادي نسد لكم الموضوع ديال الفيلا، عاد نقدر ندخل معكم الفيلا اللي فعلا كاينه واحد الفيلا اخرى ولكن ماشي في السويسي، انا غادي ندخل معكم الموضوع. دخلت القلب ديال الدار ديال لطيفه ومصدر موثوق كيعطيني مجله ديال انها اللي تصورت في 2008 في واحد الباب اللي مشقوق، وهي غتبان لكم الشقه هنا، كتبان لكم الشقه في الباب وهي الشقه في المجله في 2008، والترجم كذلك اللي مصوره فيه ها هو. ولا دخلتي اليوتيوب وكتبتي لقاءات لطيفه رأفت القليله جدا في الخرجات ديالها، غادي تلقاها مجموع ديال اللقاءات كاملين ان لم اكن اغلبهم في الدار ديالها تما. حتى من الجنازه ديال الاخ ديالها كانت في 2008 تما في ديك الفيلا، يعني الفيلا لا علاقه لها بابراهيم الفيلا ديال السويس. وشنو هي الفيلا اللي قالوا شراو اللي كبيره وهذه؟ الفيلا ديال كاليفورنيا، واللي اليوم كيتقال انه ساكن فيها سعيد النصيري، واللي القيمه ديالها 11 مليار، واللي كاينين شهود اليوم امام القضاء كيقولوا الزرابي الايرانيين اللي تشراو ب 100 مليون خلصوا بن ابراهيم، الاثاث والاصلاحات خلصوا بن ابراهيم، الفيلا سكنات فيها لطيفه. وغنقول لكم القصه ديال لطيفه كيفاش سكنات في ديك الفيلا، حيت من بعد الزواج طلبات منه يستقر معاها في مدينه الرباط، وفعلا استقر بن ابراهيم مع لطيفه رأفت في الفيلا ديالها في مدينه الرباط. وهنا كيبان انه عنده واحد مدير الاعمال ديالو اللي هو لبناني قايم بالواجب، وحتى بن ابراهيم قايم بالواجب مع الله سبحانه وتعالى. في الدار ديال لطيفه رأفت ما كاين غير الصلاه والعباده، وما كاين لا وجود شي حاجه سميتها الحشيش. واحد الساعه غيبدا راسو يعمر ويعمر وغيتنفخ مزيان، وغيقول لها غتوجهي معايا للدار البيضاء. قالت لي هادشي اللي قلت لك انا من الاول انني ما نقدرش نتوجه معاك للدار البيضاء. قال لها بالهدوء، انا راه الراجل وما يمكنش نسكن مع المراه، والناس كيقولوا لي والناس كيفعلوا لي واصلا هادي هي غادي ترفض، غادي توجه للام ديالها في مدينه القنيطره، وغادي يهبط على راسي ويقول لي انا راه صحراوي ونفسي حاره وهنا، علاش نسكن مع المراه، علاش ما تسكنش معايا بالدار البيضاء؟ وبضغوطات كبيره غادي توجه لطيفه رأفت في السكنه ديالو مع بن ابراهيم في مدينه الدار البيضاء، وبالضبط في حي كاليفورنيا. هي الفيلا اللي مقيم فيها دابا الحاج سعيد النصيري، سكنات فيها لطيفه رأفت لمده ديال شهر. تبدل السيد من الصلاه والعباده للسهرات الليليه والدخول للدار حتى ل5 ديال الصباح. توجهت معاه وهضرت معاه بزاف ديال المرات، ولكن العقل عامر وما كاينش هنا، ما كاين غير السهرات والخروج والطاسه. توجهت ليه بواحد الكلام ما سمعش ليها، توجهت للمحكمه وطلقاتو بطلاق الشقاق. ملي كنقولوا طلاق الشقاق يعني ما بغات حتى شي دابا من السيد من غير الطلاق، وحتى في الاول ما كان عندها حتى شي غرض من هادشي، من غير انه كان كيفكر انه بالضبط في الكاميرا في الصف ديال الكاميرا امام المحطه الطرقيه كاين واحد دابا واحد مجمع رياضي كان ديالو، وكانت فيه شركه غونا تحت شركه فاسي برادر، واللي هما اللي الشاحنات ديالهم غيطلعوا لوجده. وغادي نعطيكم واحد المعلومه اللي غتصدمكم بزاف.
وكان غنهضروا عليها في الفيديو السابق ان شاء الله حيطول منا بزاف في هذا الفيديو، ولكن غادي نعطيكم العلاقه ديال الباخرات اللي دخلوا للسعيديه اللي هما 3 والرابع تزاد، الشقق كذلك اللي كاينين في السعيديه ديال 12، الفيلا ديال كاليفورنيا، موضوع الوداد في هذا الامر هذا وغيرهم من الحقائق في الفيديو الجاي.